يا ريت قبل ما تسمع تعمل شير وتشترك في القناه وتفعل الجرس، لان باذن الله ان شاء الله في رجاله والهوا هواكوا وانتوا اخواتي وانا ما اقدرش انساكوا. تمام. طبعا الفيديو ده بقى رجاله مخصوص مني لاخواتي وحبايبي الصغيرين اللي هاريني رسايل على الخاص. تمام. بصوا يا رجاله، هنبداوا الفيديو بالصلاه على حضره جمال النبي، وعايز كل اخواتي اللي بيتابعوني المبتدئين اللي لسه اخدين اول خطوه في غايه الحمام واللي بيبعتوا لي رسائل على الخاص، الفيديو ده مخصوص مني ليكم. تمام. كل يوم يا رجاله بتجيلي رساله على الخاص من اخ كده شكل اخ غير التاني، اقسم بالله انا لسه بادئ وتنصحني ابدا بايه واربي ايه واتعامل ازاي وكل اللي احنا فاهمينه ده كله. تمام. رقم واحد في غاية الحمام وجزء كبير من نجاحك فيها هو انك تصبر مع فرد الحمام وتدي فرد الحمام حقه من كل حاجة هو هيبقى عايزها منك. تمام. ما علينا من البند ده. اهم خطوة ليكم. تمام. وانتوا لسه بتبدأوا غاية الحمام ولسه بتطلعوا اول سلمة فيها، هنمشوا معاكم سلمة سلمة. تمام. لو انت لسه مبتدئ ولسه خبرتك محدودة في غاية النش، ما تجيبش حمام غزار، ما تجيبش حمام غزار، ما تجيبش حمام بقه صغير، ما تجيبش مساويد، ما تجيبش بلق، ما تجيبش رواحنة، ما تجيبش قطاطة، ما تجيبش كسخنجيات. تمام. ما تجيبش مثلا مرقعات وحمر. الحمام ده انت هتجيبه بس مش دلوقتي، انت لسه في اول سلمة. هتبدأ بايه وانت في اول سلمة؟ الحمام اللي انا قلت لك عليه ده في الاول ده بياخد وقت في تجهيزه وانت لسه مبتدئ، مش هيبقى ليك خلق اللي انت تستنى الحمامتين دول لحد ما يجهزوا معاك. تمام. دول ليهم شغلهم، واللي انا هقول لك عليه دلوقتي حبيب قلبي ده ليه شغله، وده اللي هيجهز معاك بسرعة، وده اللي انت من بعديه تبدأ تعمل اللي انت عايزه وتبدأ تجيب اللي انت عايزه. تمام. بص يا حبيب قلبي، الانواع اللي هوريها لكم دي يا رجاله دي اللي انت كمبتدئ ولسه اول سلمه في غايه الحمام هتبدأ بيها. بص يا باشا، في البنايده دول بيجهزوا بدري وهم لسه زغاليل. تمام. وفي الكشكات دي برضو بيجهزوا بدري وهم لسه زغاليل. دول انت كمبتدئ وعايز تربي هتبدأ بالحاجات اللي انا هوريها لك دي. قلت لك على البنيدي وعلى الازميلي. تمام. في استراليات شبه دي بيتباعوا زغاليل بيبقوا كويسين برضو وبيجهزوا بدري في وسط الحمام. تمام. تمام. في عبابسة شبه دي، دول برضو من الحمام اللي بيجهز بسرعة. بنيدي، ازميلي، استرالي، عبسي، كراكندي، كريزلي، الحاجات دي اللي بتجهز معاك بسرعة وبتقوم تلم بعضها بدري وبتقوم تطير بدري. تمام. انت كلسه مبتدئ وعايز تبدأ، اختيارك للزغلول رقم واحد، ما تاخدش الزغلول اللي الريشه بتاعته رفيعه، ده هيبقى مجهوده قليل معاك وما يصلحش للطيران. ما تاخدش الزغلول الطويل قوي، خد الزغلول اللي هو بيبقى وسط تنك شويه، ده برضو بيبقى حلو في الطيران. وصلت؟ كام حاجه هقول لكم عليهم يا رجاله في الفيديو الجاي مع بعضينا يخصوا اخواتي المبتدئين. قلت لك لما تيجي تربي هتنقي الكام حماميه اللي انا قلت لك عليهم وانت لسه في اول سلمه، عملت اساسياتك والدنيا اتظبطت، ابدا يا باشا بقى الدرجه التانيه، شوف ايه اللي هيبقى مطلوب منك واعمله. صباح صباحكم يا رجاله والهوا هواكوا وانتوا اخواتي وانا ما اقدرش انساكم. حرب دايرة مفيش رجوع، الصوت عالي مسموع، من غير لماذا اشمعنى هذا ربك شاور، ربك كريم انا مش شبع من بعد الجوع، وشوش كرهنا غروا منا قل الدور.